السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت اللانكشاير أو زي ما أنا بسميه بسكوت البهجة والسعادة، لأن شكله بيبقى بعد التزيين مبهج جدا وكيوت، وطعمه بيبقى دايب دوب. فعلا من أكتر الوصفات اللي بحب أعملها في العيد بسبب إن هو يعتبر بديل للبيتيفور. نبدأ مع بعض وصفتنا بالصلاة والسلام على رسول الله. وأول حاجة معانا هتبقى نص كوباية سمنة وزن 100 جرام تقريبا، وتكون باردة. لو عايزة تشتغلي الوصفة ديت من غير مضرب كهرباء يبقى تستخدميها بدرجة حرارة الغرفة عشان تبقى سهلة معاكي في الاستخدام. ولو عاوزة برضو تستبدلي السمنة بالزبدة ممكن. هضيف عليها ربع كوباية سكر بودرة، والسكر البودرة لازم يبقى منخول، وهيكون وزنه تقريبا 50 جرام. هنخلط المكونات كويس لحد ما نوصل لخليط هش لونه فاتح بنفس النتيجة اللي حضرتك شايفاها معايا دي. هنضيف بعد كده بيضة، ودي هتكون بدرجة حرارة الغرفة. لو ضفت البيضة باردة هتخلي الخليط يكلكع معاكي ويخرز، واحنا مش عايزين النتيجة دي، يبقى لازم تبقى بدرجة حرارة الغرفة. هحط عليها فانيليا وهكمل ضربتين، والضرب ده هيزيد من نعومة اللانكشاير معاكي. بعد كده هبدأ أضيف المكونات الجافة. هبدأ أول حاجة بالنشا، والنشا هو عبارة عن تلت كوباية وزنه تقريبا 50 جرام، واحنا كلنا عارفين ان اللانكشاير هو بسكوت النشا، فده مكون اساسي مينفعش ان احنا نستبدله بحاجة او نستغنى عنه. هبدأ اخلط كويس واضيف بعد كده دي بالتدريج. هنا الوصفة اخدت معايا 150 جرام، يعني كوباية ومعلقتين كبار تقريبا. ممكن تزيد او تقل حاجة بسيطة، وده هيرجع على حسب حجم البيض ونوع الدقيق. وهضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. العجينة أول ما تتلم معايا واختبرها بإيدي وتكون إيديا نظيفة هلاقيها طرية ومش بتلزق. أنا هنا لميت العجينة في الأول بالمعلقة وبعد كده هشوفها بإيدي. لو انت عجنتي بإيدك من الأول لازم تغسلي إيدك من أي آثار من العجين وتبتدي تشوفيها بإيديكي وهي نظيفة، عشان ما تضيفيش دقيق على الفاضي وتبتدي العجينة تنشف منك أو تديكي نتيجة مش هي دي النتيجة المطلوبة، طرية بس مش بتلزق. هبدأ بقى أشكل العجينة بوزن تقريبا من 5 ل7 جرام، ده حسب ذوقك انت في حجم اللانكشار اللي انت عايزاه. وهبتدي أرص اللانكشار في صاج فرن، وده الشكل الأول اللي أنا عملته بالشكل ده. وهبدأ أعمل بشكل تاني، وهجمع كورتين مع بعض، بس وزن الكورة هعمله هنا وزن تقريبا 4 جرام عشان هلزق كل اتنين جنب بعض فما تبقاش الحجم كبير قوي. تيجوا بقى هنا نتكلم على التسوية. التسوية هيدخل فرن، هتسخني الفرن قبل ما نبدأ في تشكيل البسكوت على درجة حرارة 180. هيدخل رف الأوسط، وهتبقى مدة التسوية تقريبا من 15 ل20 دقيقة. وده شكله كده بعد التسوية، واخد لون خفيف جدا من تحت، ومن فوق بيبقى فضل فاتح زي ما هو. بصي جميلة جدا، مفيهاش تشققات، شكلها حلو قوي. هنستنى بقى لحد ما اللانكشاير بتاعنا يبرد تماما، وبعد كده نبدأ في التزيين بتاعه. أنا هنا استخدمت مربى مشمش، ممكن نستبدلها بنوتيلا، بشوكولاتة خام، أي مربى نوع تاني انت تحبيه، ده حسب رغبتك انت. أنا بسميه زي ما قلتلك بسكوت البهجة. ابدعي بقى في التزيين براحتك، أي حاجة متوفرة عندك تديكي شكل حلو، سواء فرمسيلا ألوان، ممكن سكر ملون زي ما حضرتك شايفة كده معايا، جوز هند مبشور ناعم هيبقى جميل جدا برضو فيه. ده الشكل النهائي ساعة التقديم، شكله شيك جدا وجميل. وانا قلت لكم ان اللانكشاير معروف انه بديل سهل وسريع للبيتيفور، مش محتاج ادوات ولا امكانيات جامدة ولا حاجة، من كتر ما هو ناعم وطعمه مميز وشكله حلو جدا فيعتبر بديل للبيتيفور. فعلا الوصفة ديت جميلة جدا، اتمنى تجربوها وتعجبكم بإذن الله تعالى.
وتلتزموا بس بالمقادير، وانا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف بالجرام وبالكوباية. شوفوا من جوه جميل جدا ازاي، شكله حلو قوي، هش وخفيف، ناعمة جدا. بصي مش مستحملة ضغطة. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.